اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة هنكمل الحلقة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت عن تنظيف الارقام اللي هي مش ظاهرة معايا، ومشكلة الصامولة اللي هي ما بتربطش معايا، فيها مشكلة. عندي هنا دايرة حمراء ايا كان اللون، بتختلف في بعض المنظمات. هنبدأ بأي حاجة خفيفة كده ونسحب الدايرة دي، نحاول نخرجها على الهادي كده. طلعت معاها بالشكل ده. طبعا هنلاقي تحت منها في عندي مسمار، هنكلبش دي كده ونبدأ نفك المسمار بالشكل ده. طبعا بص، شايف الوضع؟ هنبدأ نشوف الدنيا شكلها ايه. شلنا المسمار، هنبدأ تسحب دي زي ما هي كده. طبعا الوردية دي هترجع تركب مكانها تاني، ونبدأ نديها رشة كده. طبعا كده المنظم نضيف معايا اهو بالشكل ده. هنبدأ زي ما فكيت هنركب. هتبدأ تركب دي مكانها زي ما كانت. اللي صح معايا، احنا كنا لما بنفك المنظم اللي تابع معاه الحلقة اللي فاتت، لما بنفك المنظم كنا دايما بنخليه على درجة 0 عشان نفك ونصير من جوه المنظم. المرة دي احنا بنخليه على درجة 10 عشان الدراع يفضل طالع معايا فوق، ما يهربش مني تحت اول ما انا نفك ونركب ويتعبني ويجرفني معاه في التركيب والفك. يعني لما نفك طقم المسامير ده ونصير من الداخل، بنعمل ايه؟ بنخلي البكرة جاية على الزيرو اهو بالشكل ده. لكن لما احنا بنفك عشان ننظف المفتاح فوق، بنخلي التايمر بنخلي المنظم على 10. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضنا اهو. طبعا فرق القراءة واضحة جدا، وفي نفس الوقت احنا ما عملناش اي حاجة ولا فيها اي خطورة. بالشكل ده انا رجع الارقام ظاهرة معايا خالص، وانا كده هعرف استخدم المنظم بكل سلاسة. هنبدأ واحدة واحدة. هنشوف طبعا الصامولة دي انا مغيرها، بس احنا هنفك تاني وهنوريك احنا عملنا الكلام ده ازاي. انا عندي طبعا مشكلة هنا في الصامولة دي، ما بتربطش على الانبوبة لان فيها مشاكل. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضنا هنشوف هنغيرها ازاي. هنبدأ نجيب حاجة زي كده كلابة ولا حاجة، ونبدأ نفك الوش ده اهو. احنا طبعا على الهادي اهو كده، هو فك معايا اهو. اهو شايف هو بيفك معاه منين اهو، من عند السن هنا ورا اهو.
فك معاه بالشكل ده اهو. طبعا ركز لان دي اللي فيها الوش اللي احنا فكيناه الحلقة اللي فاتت، دي اللي هي بتتحكم في درجة دخول الغاز. طبعا كل اللي عليك تعمله بعد ما فكيت الكلام ده، هتجيب التeflon وبعد ما فكيت بالشكل ده طبعا هنبدأ نشيل الصامولة ونستبدلها بصامولة جديدة بالشكل ده اهو. هنبدأ نركب دي كده. طبعا دي متوفرة عند بتوع قطع غيار أجهزة منزلية. هتبدأ تلف التeflon بالطريقة دي اهي. بعد ما لفيت التeflon هتبدأ زي ما فكيت، زي ما اتفقنا، زي ما بنفك نرجع نركب اهو. بالشكل ده احنا نبقى غيرنا الصامولة واستبدلناها والامور كده ظبطت معايا، وطبعا هيشتغل معايا زي الفل. وكده احنا في حلقتنا وبقى احنا اتعلمنا ازاي نستبدل الصامولة دي اللي هي بتربط في الانبوبة لو فيها اي مشاكل، وازاي هننظف مكان الارقام بالشكل ده اهو. وفي نفس الوقت كل اللي انا هحتاجه هفك مسمار وهرجع اربطه مكانه تاني. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة او اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.